السلام عليكم، كنرحب بكم من جديد في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعض تحليه بمذاق فلون دانيت كراميل او فلون كراميل. فكتجي لذيذه ورائعه جدا بمكونات اللي هي بسيطه، فعلى بركه الله. فغادي ناخذ كاسرونه وغادي نوضعوا فيها كيس صغير من الفلون كراميل. بالنسبه لي اختاريت كراميل. ثم غادي نضيفوا ملعقتين كبيرتين من دقيق الذره او النشا، الذره، و3 ملاعق كبار من سكر سنيده. غادي نمزجوا النواشف مع بعض، ثم غادي نضيفوا نصف لتر من الحليب اللي كنضيفوه على دفعتين. ففي المره الاولى كنضيفوا حوالي نصف كاس حتى نذوبوا الخليط وينسجموا لينا المكونات مع بعض، وهكذا باش ما تكونش لنا الكويرات او الحبيبات، باش يجي لنا تجينا لا تيكستور ديال الفلون تجي مزيانه ما يكونش فيها الحبيبات. ثم غادي نضيف باقي علبة الحليب ونوضع الكل على النار الى الغليان ويعقد ديال الخليط شي شويه. ثم بعد ما غلى لي الخليط وتقال كيف كتلاحظوا معايا هنا، غادي نصبوا في هاد الزليفات اللي غادي نقدم فيهم. ممكن تستعملوا اي حاجه كتفضلوها، يعني كويسات او زليفات ديال التقديم. فما كنملأهمش كاملين باش كنخلي لي سباس فين غادي نزيد طبقه ثانيه. غادي نخليهم باش نوجدوا. بالنسبه للطبقه الثانيه فغادي ناخذ كيس صغير من فلون بنكهه الفاني. غادي نضيف معاه ملعقه كبيره واحده من سكر سنيده، ثم كاس الا ربع ديال الماء، فدائما كنديروا غير شويه ديال الماء او ديال السائل حتى كنذوبوا الفلون ديالنا. عاد كنضيفوا الكميه المتبقيه في المجموع فهو كاس الا ربع. وهذا هو المكون اللي كيعطيني لذة اكثر وكيجي المذاق تماما نفس يعني دانيت كراميل عفوا. فكنضيفوا علبه واحده وغادي نمزج الخليط جيدا، ثم غادي نوضعه على النار غير يغلى لي الخليط مزيان وكنرفعه من النار وغادي نتلاقاو من بعد ان شاء الله. فالخليط كيجينا على هذا الشكل هذا. صافي غادي نصبو مباشره فوق الطبقه الاولى اللي وضعنا. غادي نستعن بالملعقه باش ما تفسدش لي الطبقه الاولى. فصدقوني هاد التحليه راها كتجي رائعه جدا وبمكونات بسيطه كيف لاحظتوا معايا. وغادي نوضع الزليفات ديالي يبردوا شي شويه وندوزو لمرحله التزيين. غادي نحتاجو مقلاة غير لاصقه نوضعو معها فيها عفوا ملعقه كبيره من الزبده من الاصل الحيواني وملعقه كبيره ونصف من سكر سنيده، ثم غادي نضيفو معها كأس شاي من الخرطال او الشوفان اللي يكونوا الحبيبات ديالو يعني صاينين ماشي داك اللي مهرس. ثم غادي نوضعوها على نار اللي تكون مهيله مع التحريك المتواصل.
فوالا كيف كتلاحظوا معنا الزبيده كتذوب وسنيده حتى هي غادا تبدا في الذوبان. هاد الطريقه علاش كنختاروها هكا باش كيجيو لينا الحبات ديال الخرطه يعني كراميليزي وفي نفس الوقت كيجيو مفرقين على بعضياتهم. ممكن نزينوا باي حاجه بغينا، مي انا كتعجبني هاد الطبقه المقرمشه مع التحليه ديال الكراميل فكيتواتاو مع بعضياتهم. وقلت نتشارك معكم طريقتي. فكنبقاو دائما مع التحريك المتواصل كيف كتلاحظوا معايا، نحاولوا ما نغفلوش عليه لانه دغيا كيبدا ياخذ لنا اللون الذهبي، وفي هذه المرحله خاصنا نكونوا حذرين نوعا ما. فوالا كيف كتلاحظوا معايا. ومره كنرفعوا المقلاة من على النار ونكملوا التحريك ديالنا. صاي هنايا كنظنوا انه راه الشوفان ديالنا تكراميليزا وتعسل وواحد الرائحه طالعه غزاله ما شاء الله. فهنا غادي نوضعوا في واحد الاناء اخر هكذا باش يبرد لينا ويتفرقوا لنا الحبات على بعضيتهم. فوالا كيف كتلاحظوا معايا كل حبه مفروقه على اختها. والان بعد ما بردت لنا التحليه ديالنا وصل وقت التقديم، فاخر طبقه كنضيفوها هي الطبقه المقرمشه اللي كنضيفوها حتى كنبغيو نقدموا التحليه باش هكذا كتبقى محافظه على القرمشه ديالها. فكيف كتلاحظوا معايا بعد ما برد الشوفان ديالنا هنا غير مع الاضاءه كيبان هكا، اما هو راه بصراحه طلع جا واحد اللون ذهبي غزال. صايي غادي نوضعوا شويه شويه في الوسط ديال كل زليفه ونقدموهم بالصحه والراحه. فكيف ذكرت من قبل هذه التحليه ممكن نزينوها حتى بدوائر الموز او البنان ونوضعوا فوق منهم يعني خطيطات بصلصه الكراميل فحتى هي كتجي زوينه او لا اي حاجه. وممكن نقدموهم فقط هكذا راهم كيجيو لذاذين يعني ما محتاجين حتى شي حاجه اخرى. فنتمنى الاقتراح اليوم يكون عجبكم، ودائما حنا غير مع السهل البسيط، سهل لا من ناحيه التحضير ولا من ناحيه حتى المكونات. فكنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه التحليه لانها فعلا كتستحق التجربه وكتجي رائعه جدا. يعني الحمد لله جربتها وعجبت الاهل ديالي والاحباب، فنتمنى حتى نتوما تجربوا وتفرحوا وليداتكم. وبالنسبه للقوام ديالها ان شاء الله غادي تشوفوا معايا واحد المعلقه فكتجي عاقده ما بقى لي ما نقول لكم صراحه الله جربوها وردوا عليا راها كتجي لذيذه بزاف. ونخليكم في امان الله الى فيديو لاحق ان شاء الله مع اقتراح جديد. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التشجيع باللايك والضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. مع السلامه.